انا اسمي حموكشه وعندي 17 سنه ومش فاهم يعني ايه مشاهد بلس 18. يعني انا عندي اقل من 18 واتفرجت عادي. ايه اللي هيحصل يعني؟ ايه اللي هيجرى يعني؟ ليه استنى لما بطاقتي تكمل عشان اشوف حاجه نفسي اشوفها دلوقتي؟ الموضوع بسيط خالص، حاجه جديده عليا فعندي فضول اشوفها واتعمق فيها. وايه يعني لو اتفرجت على الحاجات من دي قبل 18 ولا حتى بعدها؟ بص، اصل انا بزهق بسرعه ومش فاهم هو ده ايه ده، يعني ايه ده؟ الحاجات دي بتسوح الواحد وتنقله مكان تاني، عالم ما فيهوش مشاكل ولا تفكير ولا ضغط، استمتاعه بس وخلاص. بص يا حموكشه، انا فاهمك وفاهم فضولك والملل اللي بتتكلم عنه، وفاهم كمان انك مش شايف فرق بين دلوقتي وبين بعد ال 18، بس في فرق كبير كمان، وده مش كلامي ده علم. لان في دماغك حاجه اسمها قشره الفص الجبهي، دي المسؤوله عن انك تاخد قرار صح، عن انك تقدر تقول لا، عن انك تفكر في بكره قبل ما تعمل حاجه النهارده. والجزء ده بيكتمل نموه حوالي في ال 18 او بعدها بشويه. يعني دلوقتي دماغك بتشتغل بس لسه مش كامله التكوين في الجزء اللي بيركز وبيقيم العواقب. معايا؟ يعني اللي بتعتبره متعة دلوقتي ممكن تكتشف بعدين انه كان بوابة دخلتك على حاجات اتمنيت من قلبك انك ما تقرب لهاش، بس ساعتها بتكون دفعت تمن ايماني وتمن نفسي وتمن مشاعر مكسورة او نظرة مشوشة للدنيا وللناس ولجسمك حتى. وفكرة ان الحاجة دي بتريحك، صدقني دي راحة مؤقتة بتاخدك من وجع لوجع اعمق، زي اللي بيهرب من الدوشة بشوية سم بطعم الشوكولاتة. فبدل ما تهرب من الفراغ بالحاجة دي، املأ الفراغ بحاجة تبنيك مش تهدك. اعرف ربك، طور نفسك، اتعلم مهارة، خليك صاحب هدف. هو كلام على العايم فخده على مقاسك وطبقه. وصدقني المتعة اللي بتيجي بعد صبر طعمها غير خالص. ولو سألتني طب هتفرج امتى؟ هقول لك لما تكتمل رجولتك في التفكير مش في بطاقتك، وساعتها هتختار بنفسك انك ما تتفرجش وبس كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما توقفش الصلاة على النبي.